لو شعرك خفيف وحتى في فراغات تعالي معانا، اسمعي حكاية هتفرق معاكي كتير قوي. مش هتسمعي مني انا، هتسمعي من مروه. قلت اوريكي في الصور ان تدوش الفرق بين الطول في البيبي هير. thank you حبيبتي for everything you do يعني for us. بصراحة مجموعة الانبات حلوة قوي قوي، especially ان انا برضو جالي اسبوعين كده ما كنتش منتظمة. بس بصراحة يعني لا، انا شايفة النتيجة وما شاء الله يعني. لا، في بيبي هير كتير قوي، وما كنتش عايزة ابعت فيدباك الا لما 6 شهور يعدوا علشان حاسة ان احنا هنتصدم كلنا. and I love you so much بجد. عايزة اقولك بأمانة، انا اشتريت والله العظيم لوحدها، لقيتها كلها شبه يعني. بصي كل التركيبات شبه بعض، انا بحس بعرف ايه المكونات اللي فيها. لكن انتي الميكس بتاع الانبات بتاعك بصراحة يا ندوش is totally different، مفيش زيه خالص. آم، في حاجة مختلفة تماما. وانا بصراحة لاحظت ما شاء الله، هو بيوقع فعلا شعر كتير، بس هو ده الشعر الضعيف اللي بيقع. لكن انا حتى اما باجي بنشف شعري لا، بلاقي ان في ما شاء الله الله اكبر في بيبي هير كتير طلع. وكان عندي حتى في النص كده من فوق، انا كنت مصورها لك اصلا كانت فاضيه خالص، لا بدأ يطلع فيها بيبي هير اللي انا مطلعه لك كده فوق كده. من فوق. بقالي 3 شهور يا نيدو. بصي يعني ايه البيبي، انا بحاول ابين لك ان في كذا درجة من البيبي هير، فاهمة؟ يعني في اللي هو الدرجة الصغننة، وبعد كده اما اشيله خالص كده بقى في تحت الاصغر منه. بعد كده لما بجيب حتة كمان بيطلع الاطول في الاطول في الاطول، فبتوصل كأنها قص. انا ما عنديش قص اصلا، فاهمة؟